السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الجمال على كل حبايبنا في كل مكان. هنبدأ الفيديو يا جدعان بتاعنا من هنا النهاردة، وطبعا مدشرين شوية حلويات يعني من فرخنا. يعني ديت يا جماعة فرخناهم السنة دي بفضل الله تعالى، شوية حلويات كده، شوية نفخات وشوية طبعا هزازات وحاجات جميلة جدا يا جدعان. ده هزاز هند يا جدعان. طبعا انا حاططهم ليه؟ حاططهم دشار اعرفهم المكان، وفي نفس الوقت حاططهم فيتامين سي يا جدعان. الشمس مهمة جدا يعني. ده بيطير اهون، ده طبعا الشمس والهواء والتحديق وكل حاجة بياخدوا من الطبيعة. الحمام يا جماعة الطاير افضل بكتير جدا من الحمام المحبوس، فلازم ان انت تدشر الحمام بتاعك. يلا بقى ندخل المكان بتاعنا ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم. هنسيب الجماعة دول بقى ايه شمسوا لهم شوية كده ونرجع نلمهم تاني. طبعا يا جماعه الناس اللي هي عايزه نكتب اساميها، كان في ناس كتير بيقولوا اكتب اساميها. قول لنا انت اسمك ايه ومحافظه ايه، واكتب لنا تعليقات على القناه، هنكتب اسمك وهتنور القايمه بتاعتنا ان شاء الله تعالى. يلا بقى ندخل مكان كده ونسمي بسم الله. طبعا الناس اللي بتحب البرامه يا جدعان، البرامه شايفين البرامه ان شاء الله ما شاء الله. لو انتوا عايزين فيديوهات عن البرامه قولوا لي وانا هعمل لكم فيديوهات عن البراهمه باذن الله تعالى. بقى ندخل عن الحمام بتاعنا. طبعا الحمام يا جماعه كله بره، ولكن عايزين بقى ان احنا ليه هقول لك على حاجه مهمه جدا تعملها للزغالين. انتوا شايفين؟ بصوا يعني انا شوف بص ده ايه بقى، ده ايه الغاوي بقى هيقول لي ده ايه. الغاوي يا جدعان هيقول لي ده ايه. ده يا جدعان حاجه سحريه بدال الزغاليل. وده ايه يا جدعان؟ الغاوي برضه هيقول لي ده ايه. الحاجتين دولت يا جدعان مهمين جدا ومفيدين جدا للزغاليل. اي تعال. هندخل بس الحمام كده. انتوا طالعين انا بدخله، ما انا بدخل اللي جوه، انتوا رايحين فين؟ تعال. ايوه تعال. طبعا يا جماعه الحاجتين دول مهمين جدا للزغالين. ده ايه يا جماعه؟ ده خميره راس، خميره من الصيدليه البشري. تمام كده؟ بتستخدم الخميره دي ازاي؟ الخميره ده يا جماعه هوريكم برضه اهون. نفتح برضه قرص على بعض، بيبقى شكلها عامل بالشكل ده كده يا جدعان. تمام كده؟ ده الخميره يا شباب. وطبعا بالشكل ده الخميره اللي بستخدمها ازاي. ده يا جماعه سحريه للزغاليل، دي سحريه للزغاليل. تعال نجرب على جوز زغليل. تعال. طيب بص يا جماعه، انا مبدئيا الخميره ده هستخدمها ازاي. بقطعها 4 اقراص، بقطع دي 4 اقراص. تمام كده؟ طيب كده نص كده نصين. النص قسمناه ربعين، وده كمان نقسمه ربعين. طبعا 4 اقراص قدامي يا جدعان هم. تمام كده؟ نجيب برضو الجوز زغليل كده ايه نوريكم عليه. نجيب الجوز الزغليل ده مثلا وليكن بسم الله الرحمن الرحيم اهوت يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الاعمار دي مناسبه؟ ايوه مناسبه. الاعمار دي تشتغل معايا؟ ايوه تمام زي الفل، ما عنديش اي مشكله. اشتغل على الاعمار دي. هديهم ازاي؟ ادي كل واحد ربع، ادي كل واحد يا جماعه ربع. تمام كده؟ طيب هتقول لي اديهم كام يوم؟ هقول لك لو كل اسبوع اديت لكل فرد ربع، كل اسبوع اديت لكل فرد ربع، فانت كده باشا البلد. الموضوع سهل جدا يا جماعه، سهل جدا. الحبايه القرص الواحد يقضي 4 زغاليل، يعني يقضي قصين. تمام كده؟ دي خميره ده يا جماعه فيها حاجات كتير جدا، فيها بكتيريا نافعه، فيها احماض امينيه مهمه جدا بتنفخ الزغاليل. عايز تنفخ الزغاليل اديه من الخميره ديت، حلوه جدا. طبعا احنا هنديه دلوقتي عشان بس ما نبوظش الفيديو، عشان بصور لوحدي. ده يا جدعان برضو الايه، ده الفودروب ده بقى للعظم والزغاليل المكسحه، والزغاليل اللي هي عندك مثلا زغلول مش عارف يقف على رجليه، زغلول رجليه مفتوحه. كل المشاكل ده يا جماعه بالموضوع ده بيحلها، الفودروب ده بيحلها. تمام كده؟ انا كنت بدل مين هوريكم دلوقتي. في زغلول بره نفاخ كنت بديله منه عشان كانت رجليه مكسوره اصلا، عشان ان انا اقوي العظم بتاعه. شايفين يا جدعان؟ ان شاء الله الحيوان كله بدأ موسم الانتاج، وبدأ موسم الفرخ وموسم الرزق يا شباب. ان شاء الله تعالى لو كل الحمام يا تحته حصى يا تحته زغاليل، الحمام كله يا رجاله. لا يا تحته ليه بقى؟ احنا خلاص احنا اصلا في موسم الانتاج وموسم الحصاد بفضل الله تعالى. يعني المفروض ده بص واقفه في الطاجن اهيت تبدا انها تحصي ان شاء الله تعالى. هتقول لي عند النتايه مثلا راكنه في الطاجن على طول ما بتحصيش.
اديها شويه كالسيوم زي النتايه دي كده مثلا. النتايه دي واقفه في الطاجن وعايزه تحصي، طيب اساعدها ازاي؟ ايه اللي انا اقدمه لها؟ اديها شويه كالسيوم، من الموضوع سهل. اديها شويه كالسيوم بس، ده ديكال بديكال، ربنا يصلح الحال ان شاء الله. اسبوع اتنين تبدا النتايه ان هي هتبدا تحصي معاك، ما تستعجلش على الحمام، وهتاخد منه الرزق كله ان شاء الله تعالى. ده يا جماعه كان معاها حصوايه واحده، والحصوايه التانيه كان طلعت فاضيه. طيب اسيبها ترقد على حصوايه واحده؟ هقول لكم انا عامل حاجه جميله الصراحه. يعني انا عندي حاجات طيور زينه تانية، طيور زينه تانية. بصوا يا جدعان، ده زغلول طلع اهوت، ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر. شايفين العسل؟ ما شاء الله. لسه حتى ادوله لبه؟ ما ادولوش لبه، لسه ناشف. هو الزغلول بدأ ان هو لسه ينشف. تمام. طيب ايه ده بقى؟ ده بيضة دجاج زينة. ده بيضة دجاج زينة هتطلع، ايوه هتطلع، هتطلع لي كتكوت وتمام وزي الفل. ليها فوائد البيضة دي. البيضة ديت الزغلول ساند عليها، فاهمني؟ الزغلول ساند عليها. هتقعد معاها يوم اتنين تلاتة كمان زيادة، لان بيض الدجاج ممكن يقعد يوم او اتنين كمان زيادة عن بيض الايه؟ عن بيض الحمام. فهتطلع البيضة ان شاء الله، واخد الكتكوت اربيه، وكده انا استفدت. بدل ما انا ارقد الجوز ده على زغلول واحد وحصوايه واحده، والبيضه التانيه طلعت مروقه، لا انا حطيت لها بيضه دجاج، والبيضه معمره بفضل الله تعالى. قدامها يوم اتنين، ممكن تكون نقرت كمان، يعني ممكن تكون نقرت قدامها يوم اتنين، وتبدا ان هي البيضه دي تطلع. استفيد، فاهمني؟ خليك مربي شاطر، يعني ما تربيش كده تبقى هاوي، لا خليك مربي شاطر. تمام كده؟ طيب يعني هتلاقي يا جدعان كل الحمام بفضل الله. بصوا يا جدعان، بصوا قص النفاخ اهو ان شاء الله، معاه حصى سايب له انا وش حصى يا جماعه. القصوص دي اديها قص، اديها جوز او اديها عش، خد منها عشين وسيب لها عش، فاهمني؟ يعني انت خد منها تحص مره، خد منها الحصى حضنه، حص كمان مره، خد منها الحصى حضنه، وسيب لها عش. سيب لها عش ايه تحننها فيه. هتقول لي النفاخ ما بياكلش، صدقني والله بياكل والدنيا معاه زي الفل. الحمامه النفاخ حلوه جدا في البيض، لو وحلوه جدا ان انت تعملها مشروع كحمام زينه، حلو جدا، ولكن عايزه حد يكون بيعرف يفرخ. تمام كده؟ ده اهوت يا جدعان الحمام برضو الكسخانجي، واقف في العش ومعاه حصى بفضل الله تعالى. فينا يا جدعان حتى الحمام البلدي اللي انا مشغله حضان اهو، ده حمام بلدي مشغله حضان. لحم فرنساوي اهو يا جدعان، بدأ ان هو يعمل عش بفضل الله تعالى، وبدأ ان هو يجمع الحصى، وبدأ ان هو يشتغل بفضل الله تعالى. دولت يا جدعان همت دكر بيضرب النتايه، موقفه في الطاجن اهي عشان تبدأ ان هي تحصي. تمام كده؟ هم واقفين في العين همت عشان الدكر يخلي النتايه تحصي بفضل الله تعالى. وده لما الدكر والنتايه يقفوا في الطاجن، تعرف ان الدكر عايز النتايه ان هي تبدأ ان هي توضع الحصوايه الاولى بفضل الله تعالى. تمام كده؟ طيب شايفين يا جدعان؟ ده قالش اهو، الفرد ده قالش. انا شفت ريش ديله وشفت الريش الجناح، ما عادش في ريش خلاص، منحول. ده فرد في قلش، ايوه لسه ممكن يكون في قلش عندك لحد النهارده. اهتم يا جدعان بالطيور بتاعتنا شويه، اهتم بالحمام عندنا شويه، ان شاء الله ربنا هيرزقكم. لو انتم محتاجين حاجه اكتبوا لي في الكومنتات، هرد عليكم. اشوفكم على خير، السلام عليكم.